الشكوى، الفصل الذي بعده، شكوى أهل السنة والقرآن أهل التعطيل إلى الرحمن. يقول ابن القيم: هؤلاء يشتكوننا إلى السلطان وسجنونا. ترى بالمناسبة والله الذي لا إله غيره شهادة حق أقولها، سأل عنها، والله من فضل الله علينا في هذه البلاد، هذه البلاد السعودية، أقسم بالله على هذا، أقسم بالله على هذا. قبل 300 سنة إلى زمن ابن تيمية يسجنون أهل السنة ويعذبون ويؤذون ويطردون في كل مكان في جميع أنحاء الأمة الإسلامية. إذا رحت تركيا، رحت الحجاز، رحت مصر، رحت سوريا، رحت العراق، إذا دروا أنك صاحب سنة تيمي، هذه النبذة اللي يقولون عنك، سجن. كتب الشيخ ابن تيمية ذي أغلبها ترى ما طلع لنا كذا ابن تيمية. هذا واحد حنبلي سوى شيء معروف للمسلمين، الكوكب إيش اللي لقاه الألباني فيه الظاهرية، حط كتاب وحط اسم ثاني ودخل كتب ابن تيمية فيه، مطرودة كتبه، تمسح وتحرق كتبه. زكريا الأنصاري هذا يسمونه شيخ إسلام وهو مبتدع خرافي، هذا في توفي 926. سئل عن شخص، شوف السؤال عشان تفهم الحقيقة، شخص يقول: سبني واحد وقال عني يا تيمي، فأطالب بعقوبته. فعرفت؟ يعني صار الحين مفروغ منه تيمي، هذا مسبوب، يجب أن يعاقب أشد العقوبة. لكن هذا يسبني وأنا ماني بتيمي، فسبني، يعني ينسبون أهل السنة سجن وضرب وتعذيب ونكال. حتى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما قال وفي رسائله قال: كل العلماء لما كلمتهم قالوا السلطان في بلدك يؤيدك ونحن السلطان يمنعنا. عشان تعرفون فضل هذه البلاد. والله لا نقولها رياء ولا سمعة ولا نطلب إلا الأجر من الله ولا نريد شيء من هذه الدنيا هذه، لكن اقرأ التاريخ، شوف ابن القيم شو يقول. ابن تيمية 7 مرات يسجن، على ايش سجن؟ داخل طالع، ليش؟ من هؤلاء المجرمين. وبعد ما مات ابن كثير، يجي ابن كثير سلفي، ابن كثير سلفي معروف، شوف تفسيره. تدري ان ابن كثير يجي في بعض المشاهد يقول: انا اشعري، خايف منهم، يقول انا اشعري. فقال له واحد قال: والله لو حلفت من هنا الى هنا انك سني سلفي ما يمكن تكون اشعري. خايفين منهم، عذبون الناس تعذيب 400 سنة، من سنة 700 إلى سنة 1170، بل حتى بعد ذلك. ولما علموا الأتراك ذولي واللي كانوا في مصر حركوا جيوش لأجل الدرعية للهجوم عليها. هذا الشيء يقلق مضاجعهم، يقضهم. الآن شوف كيف منهج السلف وين منتشر. عطني بلد ما فيه منهج السلف ظاهر وشاهر وقوي ولله الحمد، عطني بلد، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. لكن ترى في عقولهم العداوة. لذلك الشيخ ابن باز قال كلمة مهمة، قال: العداء لهذه البلاد عداء للتوحيد، لأن عنده بصيرة، يعرف الواقع، يعرف التاريخ. ترى التاريخ مر، لا يخدعونكم. أنا أبغاك تسمي لي في 1000 سنة 1000 سنة 1100 سمي لي عالم سلفي. خايفين كلهم. الألوسي العراقي هذا السلفي يغير اسمه، يحط رموز في كتبه يوم يطبعها، ما حد يحط اسمه صريح، يخافون منه. شيء عظيم سووا بالناس. هذا ابن القيم يقول: يا رب أشكوك، كل ما سوينا شيء شكونا للسلاطين، سجنونا وعذبونا وآذونا. شوف العبارات هذه، هذا شكاية الموحدين لرب العالمين. يا ربي هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان ويلبسون عليه حتى إنه لا يظنهم هم ناصر الإيمان، إلى آخر الكلام. هذه أبيات لازم تفهم الواقع، لازم تعرف الواقع. ولذلك نحمد الله على هذه النعمة، ونسأل الله أن يوفق ولاتنا وجميع ولاة أمور المسلمين. والحمد لله الخير في إقبال في جميع البلدان الإسلامية الآن. الحمد لله في جميع البلدان الإسلامية الآن الخير في إقبال، والسنة في ظهور، ومنهج السلف في انتصار، ومذهب أهل البدع في اندحار، ولله الحمد والمنة في جميع البلدان. وكثير من ولاة أمور المسلمين في جميع البلدان بدأ يفهم، بدأ يعرف منهج السلف منهج أمان، منهج السلف منهج استقرار. الذين طبعا من حيل الإخوانج ومن حيل أهل البدع صاروا يسمون أنفسهم سلفية. حتى الخوارج
تنظيم القاعدة الإجرامي في المغرب، قال في سنة 1423 غيروا اسمه 1423 تنظيم إيش السلفي للدعوة والقتال. أخذوا على هذا الاسم سنتين ثم شالوا السلفي، لأن هذا الحين واحد من رؤوس الخوارج يقول السلفية الجهادية، واليهود والنصارى وأعداء الأمة فرحون بذلك، يريدون تشويه الحق بمثل هذه التصرفات. ولذلك من اللي أيد داعش؟ من اللي يجيب لهم السيارات الفاخرة؟ منين تجيهم الأموال؟ منين يطبعون الكتب؟ ويطبعون كتب الشيخ ويحطون شعار داعش عشان يقولون ترى محمد بن عبد الوهاب وداعش سواء. يا المجرمين، محمد بن عبد الوهاب يوم قال له بمعمر طلع ما سوى شيء، صح ولا لا؟ راح الدرعية ما سوى شيء، ما قال أنا بدعو بالغصب بالقوة، لأن الإمام محمد بن سعود استضافه وأيده ونصره. محمد بن عبد الوهاب استمر على الدعوة تحت السلطان، ما كان يعصي السلطان. قبل يوم ما كان مع السلطان كان بس اللسان يقول الله خير من زيد، ما جاء يضربهم ولا كسر ولا أزال. افهم طريقة العلماء، ابن تيمية وابن القيم ابن كثير كلهم على منهج واحد، التغيير من السلطان، إنكار المنكرات بالتغيير باليد من السلطان. إذا السلطان رفض نصبر، ما عندنا إلا اللسان والدعوة. راحت الدولة السعودية الأولى سقطت على يد هؤلاء المجرمين سنة 1232 أو 31 أو 33، 6 سنوات أو 7 سنوات ما في دولة. الأتراك هذول مجرمين. طيب أخذوا عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وين أخذوه؟ مصر. وحفيده ولده عبد اللطيف في مصر. حتى عبد اللطيف عالم جهبذ، لهجته مصرية، لكنته مصرية، عاش هناك 30 سنة. أما عبد الرحمن 8 سنوات. طيب عبد الرحمن بن حسن وين كان؟ كان في مصر في القاهرة. هل كسر ضريح؟ هل ألب؟ هل صنع؟ هذه تربيتهم. لو كان من تربيتهم الخروج وحمل السلاح وقتل الناس لظهر هذا على أتباعهم. إذن هذه التنظيمات اللي ترونها الآن وتنتسب إلى منهج السلف هي حيلة من أعداء الإسلام لتشويه المذهب السلفي. فهمتوا هذا؟ فهمتم هذا جيدا؟ فاعرفوه واحمدوا الله على هذه النعمة، واسأل الله أن يزيدها في كل بلد مسلم. ولذلك نحن نتألف جميع ولاة أمور المسلمين وندعو لهم، ندعو للسلطان ولا ندعو عليه في جميع البلدان، مو في بلدنا فقط. ندعو لولاة أمرنا ونخصهم بالدعاء، وكذلك أنتم تدعون لولاة أموركم، تدعون لهم في ظهر الغيب، مو برياء ولا سمعة، لأن الله هو الذي يملك قلوبهم ويهديهم إن شاء سبحانه. فبدعائكم يستجيب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب من أهل الإسلام. أما طريقة الخروج على السلاطين والانبراء لهم بالتكفير وسل السيف على الأمة، هذا ليس منهج السلف، هذا ليس منهج ابن تيمية، هذا ليس منهج ابن القيم. هذه الكلمات اللي في الأبيات هذه تدل على هذا المعنى وتبين لك عظم الخطأ.